سابق. لكن اتفضل. هو في بيني وبينك رسميات للدرجة دي؟ لا ابدا، بس اصل يوم السبت انا باجي بدري شويه وبقعد اذاكر زي ما شفتني. هنا اهدى مكان لما ما يكونش عندي نبطشيه. اتفضل اتفضل، تعالى لما اكشف عليك. بس أنا مش جاي لك علشان تكشف عليا. طيب فرصه ان الدكتور سامي موجود هنا، اديله خبر عشان يجي يكشف عليك. أنا جاي لك أنت. وانا تحت امرك. أنا لما أغمى عليا ونادت لك ماجدة قلت لي إنك هتيجي تاني يوم، وبعدين لا جيت تاني يوم ولا تالت يوم ولا رابع يوم حتى. مجي زي قلته، لاني مش اخصائي في حالتك. انا بس بعمل اسعافات اوليه لغايه ما يوصل الاخصائي. لو كان أمري يهمك كنت بعتلي الأخصائي. معلش بقى، ما انت عارف بقى مشاغلي الكليه والمستشفى ما هي مشاغلك دي برضه كانت موجودة لما كنت أنا هنا في المستشفى وحتى بعد ما طلعت. وأنا فاكر كمان أيام ما طلبت بنتي رحمة كنت بتجيني كل يوم رغم مشاغلك دي. يا ترى إيه اللي قطعك عنا مع إني ما رفضتش طلبك؟ يا ترى أنت غيرت رأيك؟ هو السؤال الاهم ان انت وافقت. أيوه. ورحمه أنا أبوها ولي أمرها، هي وافقت. بس هي ما اهتمتش بيا وده كان قدامك. وقتها كان شيء ودلوقتي شيء تاني. طب عارف حضرتك وقتها هي ما اهتمتش بيا ليه؟ كانت لسه صغيرة ودلوقتي كبرت. مفيش بني ادم بيكبر في شهور. يعني ايه؟ يعني لما رحمه رفضتني كان في سبب للرفض، ولما رجعت واضطرت توافق بقى في سبب للقبول. اضطرت؟ وايه اللي هيضطر رحمة انها توافق؟ مأمون لما كان معشمها بالجواز دورت لظهرها، ولما تخلى عنها سواء بمزاجه ولا تحت ضغط ابوه ما بقاش في غيري. ارجوك تلزم حدك. انت جبت الكلام ده منين؟ محلة بلد صغيرة وما بيخفاش على ناسها حاجة. لا مش صحيح. رحمة بنتي ما فيش بينها وبين مأمون اي حاجة. رحمة بنتي متربية احسن تربية وفي حالها. لما بنت متربية احسن تربية وفي حالها تركب عربية مع شاب غريب ليه؟ تفتكر ماجدة جارتكم ممكن تعمل ده تحت اي ظرف من الظروف؟ انا شخصيا حاولت معاها يوم ما كنت جاي لك ما رضيتش. اللي هيقطع ألسنة الناس هو جواز رحمة، بس مش مأمون ولا حتى نادر ده. لا لا، ممنوع، مذاكرة وبس. هي اخبارك ايه؟ الحمد لله، بس هضطر امشي عشان ميعاد فاضل. مع السلامه، الله يسلمك. الله، انت هنا لوحدك؟ انت ايه يا زمانها جاية؟ طب ما قلتليش ليه كنت جيت معاك؟ اصل انا بعمل استشاره مع الدكتور كل يوم سبت. طب اتفضل انت. ودي تيجي؟ انا لازم اوصلك لحد بيتك وسريرك كمان. ما قلت لك تقية جاية، روح انت لشغلك. خلاص، استنى لحد ما تيجي. اللي يقنع بابا ببراءة رحمة هو إن صبيحة تقول السبب الحقيقي اللي خلاها تتهم رحمة. بس هي صبيحة.
يعني هي ست دقيقة عملت ايه اكتر من اللي انا كنت هعمله؟ انت في خروجك بره البيت محتاج لراجل مش ست. لا مؤاخذة يا ست دقيقة. احنا تعبناك معانا. تحب تشرب ايه؟ انا ما عدتش غريب عن البيت. امال فين ست العرايس؟ رحمة اكيد بتذاكر في اوضتها. رحمة رحمة. الحمد لله على السلامة يا بابا. ها طمني، الدكتور قالك ايه؟ امشي خش اوضتك. والله الناس في البلد دي مش فاهمينك ولا هيفهموك. فاهمين انك انت سايب الحبل على الغارب، لكن الحقيقه لا. انت ارجى راجل شفته في حياتي. حاكم مراتك قبل بنتك حتى وانت ربنا الشافي على كل. لو اقدر من غير ما اخش السجن انا كمان. طب تعالي، تعالي معايا، تعالي. ما تخافيش، تعالي، ما تخافيش، تعالي. حد يحب يشرب شاي معايا؟ خليك انت، انا هقوم اعمله. لا لا لا، خليك يا ماما، اصل انا عاوزه اسلي نفسي. تحب رحمة تعمل لك شاي؟ رحمة لازم تتجوز، هو ده الحل الوحيد. الحل الوحيد لايه؟ الحل اللي يخرس ألسنة الناس كلهم وأولهم الحاج خاطر. انا ماليش صالح بالكلام ده كله. بقى ده ما يثبتش ان رحمه بنت كويسه ومالهاش ذنب في اي حاجه. والعمده ده يبقى مين؟ مش عمها؟ وبيعمل ده كله ليه؟ مش غزل في ابوها؟ ازاي عايزاني اناسب عيله زي دي؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. يعني مش هتساعدني يا حاج؟ امشي يا بنت، تروح شوف شغلك. ده محل اكل عيش مش قهوه، امشي غوري. وانت اذا اتدخلت في الموضوع ده مره تانية انا هكسر رقبتك، انت فاهمه؟ طب اعمل لك ايه على الغدا؟ تنزل اقعد على ما اخلص الشغل وراحت معايا. بلاش كلام فارغ. في حاجه يا ماما؟ ايه ده؟ بابا عاوزني انشر له ده في الجورنال. عاوز يشتغل ناصر زراعه؟ ازاي وهو مسكين مش عارف يخرج من الدوامة دي ازاي. يسكت يسكت ويقول رحمة لازم تتجوز، ويسكت تاني ويقول انا لازم اشتغل. انا هطلع اشوف. لا بلاش، عم صادق قاعد معاه بره. وتشتغل عند الغريب ليه؟ ما أرضي موجودة. أنت عندك أرض زراعية؟ 35 فدان. خايف أسيبهم يبوروا وخايف أجرهم للمزارعين لا يركبوا الأرض وما يطلعوش منها أبدا. وديني هناك وأنا أخلي لك الأرض دي تطرح ذهب. أيوة بس إيه؟ علشان ما بمشيش يعني؟ لا، الزراعة دي بالمخ بالعقل، ودول الحمد لله 100%. نشوف الحكاية دي بعدين. انت خرجت من كليتك ليه؟ اهو كده وخلاص. لا صحيح، سبت كليتك ليه؟ انت عيان؟ لا. يا خبر، طب ده بابا وصلني وراح يطل على المصنع، لو شافك دلوقتي هيقول ايه؟ ماجدة، اذا كنت بتحبي اخوكي بحقيقة اتصرفي، اعمل لي اي حاجة. انا عاوز اشوف رحمة. انت ما عرفتش اللي حصل؟ مش طلع ان العمده هو اللي وزى صبيحه وابوه علشان يقولوا كده على رحمه؟ بابا لازم يعرف الحكاية دي حالا. تعالى بس مأمون، اسمع بابا عارف كل حاجه. وقال ايه؟ زي ما هو اللي في دماغه حتى من ناحيه رحمه. ورحمة عرفت؟ بفكر اوصل لها الخبر ومش عارفه. ما تروحي لها. روح لها، واذا بابا عرف على العموم ما تحملش هم، انا هلاقي طريقه. اقعد بقى لما احكي لك انا ازاي عرفت الحكايه دي. انا مش عاوز حكايات،